قبل ظهور الإسلام بفترة غزا ملك الحبشة بجيوشه بلاد اليمن، وعين أبرهة الحبشي واليا عليها. ولما رأى أبرهة أن العرب جميعا يقصدون مكة ليحجوا بيت الله الحرام ويتشرفوا بالكعبة المقدسة، فكر في أن يغتصب هذا التعظيم والتشريف من الكعبة لكنيسة يبنيها في صنعاء، ثم يأمر الناس بالحج إليها بدل الكعبة. وبعد أن بنى هذه الكنيسة سماها القليس، وزينها بأعظم الزينات حتى تبهر الأبصار فتجذب الناس إليها وتصرفهم عن الكعبة. كيف يحدث هذا؟ كيف أنفق على كنيستي كل هذا المال، وأعنى بزخرفتها كل هذه العناية، وأفرشها بفاخر الأثاث وثمين الرياش، ثم يظل العرب يحجون إلى كعبتهم غير مهتمين بالكنيسة العظيمة؟ حتى عرب اليمن ما زالوا يحجون إلى الكعبة، ولا أحد منهم يفكر في الحج إلى القليس إلا عربيا واحدا جاء وضافر الحراس وارتكب فعلته القبيحة الشاحنة، فتغوط في أبهى مكان في الكنيسة. قسما لأهدمن الكعبة ولأمحون من الوجود بيت إبراهيم وإسماعيل، ولأعذبن العرب أسوأ العذاب حتى ينصرفوا عن كعبتهم ويولوا وجوههم نحو كنيستي وهم صاغرون. ماذا؟ يريد أن يهدم الكعبة الشريفة، بيت حجنا وعبادتنا ومقام أنبيائنا إبراهيم وإسماعيل؟ نعم، لقد سمعت أن أبرهة خرج من اليمن على رأس جيوشه التي تتقدمها الأفيال قاصدا بيت الله الحرام لهدم الكعبة. والله لن يحدث هذا أبدا. هيا يا رجال، ذقوا إلى القتال، إلى القتال، هبوا يا رجال، دافعوا عن الكعبة، دافعوا عن البيت الحرام. البيت بيت الله يا أيها الإنسان، والحكم حكم الله سبحانه الديان، والناس خلق الله لكنهم قسمان، قسم يحب الله الواحد الرحمن، والآخر الحيران لا يعرف الإيمان، لا يعرف الإيمان. إذن فقد قاتل العرب دفاعا عن كعبتهم. نعم يا كريم، لكن العرب في ذلك الوقت، أي قبل ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، كانوا ضعفاء متفرقين، كل قبيلة منهم تعادي الأخرى وتحاربها. كان ذلك سر ضعفهم وفشلهم في صد جيوش أبرهة وأفياله الزاحفة نحو الكعبة. هذه الجيوش الطاغية، هذه النفوس الباغية، ماذا تريد من الحياة؟ هل أفلحت يد العصاة؟ لا لا لا. هل أثمرت يد الجناه؟ لا لا لا. هل أفلحت يد العصاة؟ لا لا لا. فلم العصاة ولم الجناه؟ هي حكمة الرب الإله، جنة عدن للكرام، نار تلظى للطغاة، جنة عدن للكرام، نار تلظى للطغاة. وتوقف أبرهة بجنوده وأفياله على أعتاب مكة، وأرسل رجالا من جنده فجمعوا له بعض الأموال والغنائم من حول مكة. ومن بين هذه الغنائم 100 بعير لعبد المطلب بن هاشم كبير قريش وزعيمهم، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد في نفس العام. ولما أرسل أبرهة يسأل قريشا: من سيدكم وصاحب السلطان فيكم؟
أرسلت قريش إليه عبد المطلب بن هاشم. أنت عبد المطلب بن هاشم سيد قريش وكبيرهم وصاحب الأمر فيهم؟ نعم. اطلب ما تريد. رد إلي إبل التي اغتصبها رجالك. عجبا لهذا، والله لقد أعجبتني حين دخلت علي ورأيتك رجلا مهيبا يعلوك الوقار، فأكرمتك وأجلستك بجواري، ولكن سرعان ما غيرت رأيي فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أخذتها منك وتترك الكعبة وهي مفخرتكم ورمز دينكم، وتعلم أني ما جئت إلا لهدمها؟ الإبل أنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. لا، لن يحميه ولن يحول بيني وبين هدم الكعبة أحد. افعل ما تشاء، والله يفعل ما يشاء. عرض أهل مكة على أبرهة ثلث أموالهم ليرجع عن هدم الكعبة، لكنه رفض وأصر على هدمها. ولما عرفوا أنهم لن يستطيعوا الوقوف في وجه جيش أبرهة وأفياله الضخمة، أمرهم عبد المطلب أن يخرجوا بالنساء والأطفال خارج مكة. ثم توجه ومعه رجال من قريش إلى الكعبة، فأمسك بحلقة بابها وراح يدعو الله وهم معه يؤمنون. اللهم احم بيتك من أصحاب الفيل، اللهم ردهم عن الكعبة مهزومين مقهورين. وراح أبرهة يستنفر جنده وأفياله ويدفعهم إلى دخول مكة وهدم الكعبة. هذه الجيوش الكاسرة الراكبات السائرة عادوا بأفيال الردى ملء الصحاري جائرة، تبغي الوصول إلى الحرم لتهدم البيت العتيق، والحقد يملأ قلبها ويشق للبغي الطريق. شرد تسد، هدم تسد، قتل تسد، هذه الشريعة حكمهم، هذه الشريعة دينهم، هذا مناهم، لكن الرب القدير لا يرتضي لبيته ذاك المصير، لا يرتضي لبيته ذاك المصير. سيدي أبرهة، ما بك يا قائد الجند؟ شيء عجيب يحدث الآن لأفيالنا. ماذا تقول؟ الأفيال يا سيدي كلما وجهناها ناحية الكعبة ثارت ونفرت بغضب واتجهت إلى الناحية الأخرى. عجبا لذلك. ماذا ترى يا سيدي؟ اضربوها، اشبعوها ضربا حتى تسير في اتجاه الكعبة، عذبوها حتى ترضخ وتطيع. يا إلهي، من أين جاءت كل هذه الطيور التي ملأت جو السماء؟ ولماذا يكون الجنود هكذا مذعورين؟ لماذا تسرع الأفيال هنا؟ ماذا يحدث هنا بحق الجحيم؟ هذه طيور في السماء محلقة، تلقي الحجارة مثل نار محرقة، تجري الجيوش شريدة ترجو النجاة، لكنما هيهات ذا حكم الإله. صرخت جيوش الكفر قالت أبرهة، تلك النهاية للطغاة، ويل وويل للعصاة، تلك النهاية للطغاة، ويل وويل للعصاة. هزم أصحاب الفيل، هزم أبرهة وجنوده، هزمهم الله وحده. هزمهم بأن أرسل عليهم طيورا عجيبة تلقي عليهم حجارة صغيرة لكنها رهيبة محرقة، ما إن تمس الواحد منهم حتى يتمزق ويصير كعصف مأكول. بتلك المعجزة، بتلك الآية الخالدة، حفظ الله بيته
يا فيل أين شكيمتك ضلت وخارت قوتك؟ يا فيل أين شكيمتك ضلت وخارت قوتك؟ فالبيت بيت الله يا أيها الإنسان، والحكم حكم الله سبحانه الديان. البيت بيت الله يا أيها الإنسان،